طبعا كلنا في الفترة الأخيرة سمعنا عن وفاة زوجة الدكتور عبد الله رشدي بسبب خطأ طبي جسيم. تعال نتكلم في الموضوع ده ببساطة في ضوء قانون المسؤولية الطبية الجديد. تخيل إنك داخل عملية ومش عارف هيتعمل لك إيه بالظبط، مش فاهم المخاطر، وكل اللي حصل إنهم قالوا لك امضي هنا وخلاص. طب حصلت مضاعفات، مين يتحاسب ويتحمل المسؤولية؟ الدكتور ولا المريض ولا محدش؟ زمان أي شكوى ضد الطبيب كانت بتروح على النيابة فورا، حتى لو مفيش دليل على إهمال أو تقصير. وممكن طبيب شاطر يخسر سمعته، يخسر شغله وحياته كلها بسبب نتيجة طبية خارجة عن إرادته. لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت، ظهر قانون جديد اسمه قانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025. حط النقط على الحروف، فهمنا امتى نقول ده خطأ طبي وامتى نقول دي جريمة لازم يتحاسب عليها اللي عملها. أول حاجة، مش أي مضاعفات تعتبر جريمة. القانون بيقول مفيش مسؤولية جنائية على الطبيب إلا لو حصل إهمال جسيم أو خرق واضح لأصول المهنة اللي كل الأطباء يعرفوها. يعني لو الدكتور اشتغل بأمانة واتبع الأصول العلمية حتى لو النتيجة ما كانتش كويسة هو مش مجرم. لكن في المقابل المريض بقى له حقوق واضحة، لازم يعرف حالته كويس، لازم يعرف المخاطر والبدائل، لازم يوافق وهو فاهم مش مغلوب على أمره. وطبعا مفيش حاجة اسمها حد يشتغل في الطب من غير ترخيص، ولا منشأة تشتغل من غير تأمين ضد المسؤولية. كل ده بقى إلزامي في القانون الجديد. والأهم من كده، لو حصلت شكوى مش النيابة هي أول باب. في لجنة اسمها لجنة المسؤولية الطبية، ناس متخصصين هم اللي يقولوا رأيهم الأول، هل اللي حصل خطأ فعلا ولا دي مضاعفات عادية. يعني خلاص مفيش حد هيتظلم، لا طبيب بريء ولا مريض اتعرض لإهمال. القانون مش ضد الأطباء ولا ضد المرضى، القانون ضد الفوضى، ضد العبث بحياة الناس. احنا بنتكلم عن حياة إنسان، سواء كان على السرير أو واقف جنبه بالبلطو الأبيض. وانت لو سمعت عن حالة خطأ طبي ما تتسرعش في الحكم، استنى تعرف التفاصيل، لأن الفرق بين الغلطة والجريمة القانون هو اللي يحدده. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.